الصفاقسي اللي يتعرض لضغط الان افضل من الشوط الاول من المباراه. هذه كره هلاليه اخرى وتسديده قويه والكره في المرمى، جول. هدف هلالي مبكر مع بداية الشوط الثاني من المباراة. سامي الجابر اولا من التمياط على طول الى سامي الجابر. سامي على طول قوية في مرمى البدوي، والهلال يتمكن من تسجيل اول اهدافه. شوف مرة ثانية، حلوة كانت ملعوبة، حلوة، طلب الكرة كان سليم، التسليم الكرة كان سليم من نواف، والنهاية كانت سعيدة ايضا للهلال. شوف الاولى هذه الاولى من التمياط. الاحوال الفريق الاخر اللي هو صفاقسي جالس يعطي الهلال فرصة للعب، والهلال يلعب الان في الشوط الثاني بروح ربما افضل من الشوط الاول، وخاصة انه هو تمكن من تسجيل هدف التعادل. كرة في الملعوبة بالجهة اليمنى وهجوم هلالي اخر، تهيأ تنحاف، جول اخر للهلال في غضون 10 دقائق. يسجل الهلال الهدف الاول ويسجل الهلال الهدف الثاني. شوف مرة ثانية على طول الكرة تنحط على ما يبدو. شوف مرة ثانية، انطلاقة ولا اروع من الجهة اليمنى من الملعب. الكرة مرت من سامي وصلت الى الشلهوب، والشلهوب متقن ايضا، يعني الشلهوب حطها. شوف مرة ثانية بهذا الشكل يلعب الهلال، ولا زال صالح الهلال. اعتقد جول ولا لا ابو بدر؟ والله بس جول ثالث لصالح الهلال. الهدف الثالث يأتي للهلال، والأهداف الهلالية كلها في الشوط الثاني من المباراة. روني يتمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح الهلال من ضربة جزاء ثانية في هذه البطولة. الأولى كانت لصالح صفاقسي، والثانية فيها 6 أهداف، مباراة واحدة فيها 4 أهداف، 3-1. وممكن الآن في الوقت حتى بدل الضائع. شوف هناك في سامي روح عالية من الفريقين رغم النتيجة الآن. نعم هذا صحيح. والنزان يحولها، عطى سامي بس عطى سامي، جول رابع لصالح الهلال. الزعيم هذا هو الزعيم لم يكن في الشوط الاول، ولكنه كذلك في الشوط الثاني من المباراة. هذا هو الهلال، وهذا هو الفريق الازرق، وهذا هو مستوى سامي الجابر الحقيقي يخرج ويبان امامنا. برافو النزهان، وكرة جميلة جدا الحقيقة، مثالية للغاية، وصلت الى سامي ما لاعب على طول يحرز الهدف الرابع للهلال، والهدف الشخصي الثاني له في هذه البطولة كلها في مباراة واحدة. حلوة كانت من النزهان، وحلوة ايضا من روني، والاحلى من سامي، وسامي يحط الهدف الرابع لصالح الهلال.